بدون اي سابق انذار. لقيت القمر بتاعتي دي الحمد لله وقفت ايه بقى اللي هو انا مش هشتغل، يعني مش هشتغل، خبط ورزع واصوات غريبه. طبعا جريت على الفيشه شلتها، وكانت بتنزل ميه من تحت، فبعتنا للشركه، هي نوعها يونيفرسال. المهم بعتنا للشركه، فالمهندس جه راح فاككها من فوق من هنا كده، شايل الغطا بتاعها ده شايله، وبعدين لقيته بيقول لي انا اسف يا مدام، الغساله عايزه حله بره وجوه. حله بره وجوه يعني غساله جديده بقى، يعني عايزه حوالي ما لا يقل عن، لما سالته بقى قال لي تصليحها 8000 جنيه. امال هي يا عم عامله كام؟ طبعا انا طالما عندي غساله مش هسال على سعر الغسالات. فرحت النهارده بعد طبعا فتره من ان المهندس اللي شافها مشي، وقال لي ان تصليحها هيبقى كده، ولسه الشركه هتجيب لي الحله دي. يعني لسه احنا عملنا الاوردر ده ممكن يوافقوا عليه بعد اسبوع، وانا اساسا الغساله بايظه بقالها اسبوع، يعني اسبوعين بدون غساله. اي واحده ست عارفه الغسيل بيتكاثر، فعشان اقعد اغسل على ايدي وانا ما عنديش غساله غير الغساله الاوتوماتيك دي، ده بالنسبه لي مأساة. والدنيا شتاء والواحد اصلا يعني الحمد لله. المهم احنا مستنيين الشركه على بال ما تيجي تتفضل علينا وتجيب لنا الحله بره وجوه. تصليح الغساله قد ايه؟ 8000 جنيه. طيب ولله الحمد، ثمن غساله ثانيه. انا في اعتقادي ان 8000 جنيه دي كانت ثمن غساله ثانيه، بس لما رحت اسال على سعر الغساله دي دلوقتي لقيتها عامله 41000 جنيه. انا ذهلت، والله العظيم ذهلت. 41000 يعني دي لله الامر من قبل ومن بعد. المهم ان انا قلت خلاص سيبنا من الاوتوماتيك خالص، انا هرجع لقديمه ديت. يعني انا في بيت ابويا كان عندنا الغساله اللي هي العاديه، اللي هي البرميل دي اللي كانت في كل بيوت الناس. الله الوكيل كانت بتطلع الغسيل فل. انا كنت بحس ان انا بلم الغسيل مكوي من على الحبل، نظافه وريحه. اي نعم هي عذاب، بتعصري وبتشطفي وبتعملي موال كده، لكن بتطلع غسيل فل الفل. لكن الغسالات الاوتوماتيك دي هي اساسا ما كانتش داخله ذمتي التعريف، بس كنا بنقول هي بتغسل وخلاص. كل ما حد يقول لي اقول له مسحوق غالي ونظافه ما فيش. والله العظيم انا اوقات كنت اطلع مثلا الياقات بتاعه العيال، عارفين ديت لازم تاخديها على ايدك كده، انا كنت اطلعها من الغساله اغسلها على ايدي اوتوماتيك. المهم رحت اتفرج على الغسالات، فطبعا دي هتتصلح، يعني 8000 جنيه قصاد 41000 جنيه دي هتتصلح بامر الله. انما بقى لو قلت لكم ان انا اروح اجيب غساله، فالغسالات اللي دلوقتي موجوده عامله ال10 كيلو الفريش عامله 3000 جنيه. فانا بفكر ان انا اجيبها، ولو حد كان جايب الغساله اللي هي الفريش ال10 كيلو ديت اللي هي خد واحد، يا ريت يقول لي حلوه ولا وحشه، يعني ليها عمر بتستحمل الغسيل ولا لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا رحت المعرض النهارده واتفرجت على كذا حاجه. انا شفت ام 3000 جنيه ديت هي عجبتني، بس ما رضيتش اجيبها. لسبب انا بقالي فتره طبعا على الاوتوماتيك دي، فقلت يعني هيبقى 3 تمن غساله جديده و8 تمن تصليح دي كده 11000، ولا احط 11000 على بعض وانزل اجيب غساله بقى يعني تكون وسط ما بين دي تستحمل وخلاص، ولا الواحد يعمل ايه؟ بس انا عجبتني قوي من 3000 جنيه. انا عايزه اقول لكم ان انا بغسل على ايدي بقالي كام يوم. بصوا ايدي ده كده مش باينه في الكاميرا، ده فوق ان ايدي نشفت من المسحوق، يعني لا كريمات مقصره ولا اي حاجه مقصره. وبعدين الدنيا شتاء، عارفين لو صيف الواحد هيستحمل هدوم الصيف بتبقى خفيفه بشويه اريال كده، والواحد بيغسلها بتبقى على الحبل في ثانيه كمان بتنشف وتبقى زي الفل. انما دلوقتي شتاء والهدوم بتاعت الشتاء زي ما انتم شايفينها كده، دي يستحيل كمان، يعني دي حاجه من الحاجات اللي يستحيل اغسلها على ايدي، لا هتنضف ولا انا هعرف اتعامل معاها اساسا. فاللي جرب الغساله اللي هي ال10 كيلو يا ريت يقول لي كده في الكومنتات، بس بامانه علشان برضو نعرف اذا كانت كويسه ولا لا. هي انا شفت كل مميزاتها وكل عيوبها، بس برضو عايزه حد يكون استعملها عشان يطمني، يقول لي ان هي حلوه. شفت هي عاديه جدا، تشتغل مسحوق عادي، تسحب ميه من الحنفيه عادي، يعني مش هعملها واعمل. عيبها ان هي ما فيهاش عصر،
يعني انا وده ده مش عيب بالنسبه لي، عادي. المهم ان هي تغسل لحسن انا استويت، يعني انا وريتكم ايدي استويت الحمد لله. فاللي اتعود بقى على انه يقعد مريح نفسه كده يشغل دور الغسيل ويشرب كوبايه النسكافيه، يعني هيتعب شويه، بس مش مشكله يعني. بس ما اروحش اجيب لي غساله ب 41,000 جنيه يعني، لسه ما وصلناش للمرحله دي. فاللي جاب الغساله اللي هي الفريش ال10 كيلو، يا ريت قبل ما انزل اجيبها يقول لي حلوه ولا لا، علشان برضو ايه، انا شفت فيها مميزات كتير وكنت هشيلها، بس رجعت برضو قلت ايه، طب اسال حد استعملها على اساس ان هو يبقى ايه، يفيدني، يقول لي خلي بالك عيوبها كذا، او بتعمل كذا او بتعمل كذا. خاصه اني سمعت حد قبل كده بيقول ان هي بتنسل الهدوم، لكن ما اعرفش بقى ده فعلا صح ولا لا. طب هو برضو لو بتنسل الهدوم هتنسل الهدوم ازاي؟ ما مش عارفه يعني. يا ريت اللي يشوف الفيديو يقول لي فريش ال10 كيلو اللي هي العاديه مش الاوتوماتيك، عامله ايه في الشغل في الغسيل، يعني كويسه ولا ابعد بعيد عنها واشوف لي نوع تاني. يا ريت بقى تردوا عليا، علشان برضو الموضوع بالنسبه لي بقى خلاص حياه او موت. ربنا يسترها. سلام.